انت تدري اليوم مانشستر سيتي راح يلعبون المباراة بدون تدريب؟ اي بس قبل لا اقول لك ليش، شوف من رجع بالتدريبات اليوم، بيلينغهام ومبابي. اربيلو يقول بيلينغهام غير جاهز واجى لدعم الفريق، بس امبابي جاهز 100% وممكن ان يشارك كاساسي او بالشوط الثاني. شفتك ما متابعني صح؟ ما مسوي متابعة؟ تابعني. ليش مانشستر سيتي ما تدربوا قبل المباراة؟ جوارديولا يقول هاي المباراة ذهنية أكثر من ما هي تكتيكية، نحتاج أن اللاعبين أن يبقون في البيت ويركزون على المباراة، ما يريدهم يتدربون، بس يريدهم يركزون ويخططون للريمونتادا بعقلهم. طبعا هي مباراة جدا صعبة على ريال مدريد وأيضا صعبة على السيتي، ولكن السيتي عنده عامل الارض والجمهور. ريال مدريد متقدم ب3 أهداف. اهم شيء لريال مدريد انه ما يستقبل هدف باول ربع ساعه، اذا عدى هذا الوقت على خير معناته انت امتصيت حراره السيتي اللي راح يدخل بيها بدايه المباراه. وثاني شيء واللي هو ايضا مهم انه انت تسجل هدف بالمباراه، ضروري تسجل هدف حتى يصير الفارق 4 وتصير عوده السيتي اصعب. بالتوفيق لريال مدريد واتوقعها تعادل 2-2.